السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة مع بعض، طبعا ترند قالب الدنيا كلها، جديد في رمضان. هنعمل مع بعض المكشكشة طبعا بطريقة سهلة جدا، ومش هتكلفنا على بعضنا 50 جنيه. السعر طبعا اللي احنا سامعينه ده وندفع فيها المبلغ ده يعني حرام. هنعملها بكل سهولة مع بعض، وزي ما انتوا شايفين كده بإمكانيات بسيطة وسهلة. ونبدأ الفيديو مع بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين القرمشة بتاعتها، وهنعمل مع بعض الكريمة بطريقة سهلة جدا. اول حاجه هنجيب مع بعض ان هو كوبايتين حليب او لبن، زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده. ادي اول كوبايه، وهنحط كوبايه تانية. بعد كده هنحط على الكوبايتين دول، يعني بعتبر نص كيلو لبن، هنحط عليهم معلقتين كبار كاستر، او لو انت حباه تعمليه بالمهلبيه تمام. هنا هنحطنا معلقتين كبار كاستر على كوبايتين اللبن. هنحط عليهم معلقتين كبار سكر، وكل ده هنقلبه على البارد الاول، وهنرفعه على النار. طبعا لازم تقلبيه على البارد، وبعد كده ترفعيه على النار. ايدك تستمر فيه في التقليب لغايه ما تلاقيه من عند الحروف كده شكشك، وبدا ايه يتقل، بس ما تخلوش يتقل خالص. طلعيه وهو كده لما بيبرد بيتقل معاكي. طبعا بعد ما يخلص خالص، لو انت عندك معلقه قشطه كبيره حطها له وسيبيها تتقلب، بتديها برضو طعم وغناوه حلوه جدا. معانا هنا لفه جلاش عاديه، بس اهم حاجه تكون لفه الجلاش ما تكونش مقطعه، وتاني حاجه تكون طازه عشان خاطر تبقى طريه في معاكي. هنجيب لفه الجلاش بالشكل ده، وهتاخدي مقاس الصينيه او مقاس الصاج اللي عندك. طبعا انا هنا طبعا جبت كوبايه سمنه سيحتها، وجبت القالب بالشكل ده دهنته عشان خاطر الجلاش يقرمش من تحت. طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما دهنته كده، هجيب الجلاش هقسمه بالنص، يعني هشوفه كام ورقه كده واقسمه، اخلي نصه من تحت ونصه من فوق. زي ما انتوا شايفين بحط كل ورقتين كده، واروح جايبه فرشه ودهناهم عشان خاطر يورق معانا ويدي قرمشه. طبعا زي ما انتوا شايفين بين كل ورقتين بروح جايه ايه، دهنه خفيفه كده. زي ما انتوا شايفين سهله جدا اهو. بقسمهم برضو ورقتين، ونستمر على كده لغايه ما اخلص نص الكميه في القالب. بعد ما خلصت نص الكميه في القالب كده، هنزل بالكاستر بعد ما برد، وحطيت فيه معلقه القشطه، او لو عندك مكعب زبده تمام. هدهن افرده كده، بس ما وصلش للاخر عشان خاطر ما ينزلش من الجلاش. طبعا كده كده عاملين له حواف عشان خاطر ما ينزلش منه. هنيجي للنص التاني بتاع الجلاش. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بعمل هنا بكشكشها ازاي. باخد واحده يمين وواحده شمال، هنعمل برضو واحده تانية مع بعض. احنا اصلا كده كده كنا بنعمل الوصفه دي بس من غير الكشكشه، فهي بقى طبعا ده ترند قديم قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين، بس هنقول ايه، نمشي مع الموجه. زي ما انتوا شايفين جبت اول ورقه، وهنعملها زي ما كنا بنعمل المروحه في المدرسه زمان. اهو زي ما بنعمل المروحه زمان في المدرسه، كنا بناخد ورقه كده وبنتني واحده يمين وواحده شمال، واحده يمين وواحده شمال. اهو زي ما انتوا شايفين من غير دهن، ده ما بيدهنش خالص. الورق ده بيتحط على الناشف ما بيدهنش. وهنعمل الكميه كلها كده، وانت بتحطيها كده تفردي توسعي بين ايديكي. هنخلص الكميه كلها كده اهو، وهنرجع مع بعض نشوفها عملناها ازاي. طبعا بعد ما خلصت الكميه كلها، جبت طبعا الفرشه ونزلت بالفتحات كده هو سمنه. هتخش درجه الحراره متوسطه متوسطة لغاية ما تلاقي من تحت احمرت، تفتحي الشواية من فوق دقيقتين بالظبط، هتلاقي خدت اللون الجلد الحلو. وهنعمل الشربات مع بعض. طبعا الشربات بتاع الجلاش او المكشكشة، هنجيب كوبايتين سكر، كوباية مية، نص ليمونة، 5 دقايق على النار وتشيليه. زي ما انتوا شايفين خدت اللون الجلد ده الحلو. طبعا الشربات بعمله على طول وبسيبه في التلاجة. لازم يكون الشربات بارد وهي طالعة سخنة من الفرن. تركاية، لازم يكون الشربات بارد وهي طالعه سخنه من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده بحط الشربات لغايه ما تشرب خالص. في برضو ملحوظه، لو انت كمان عاوزه تخليها طريه وتبقى جوسي معاكي، تجيبي كوبايه حليب او نص كوبايه حليب معاها سنه فانيليا بسيطه، وتروحي جايه حطاهم عليها وهي طالعه من الفرن. بتديها طراوه حلوه جدا، بتوديكي في حته تانية. شويه مكسرات بقى عندك اللي موجود، شويه سوداني، شويه جوز هند، شويه بندق، عين الجمل، اللي عندك حطيه. وهي بس كده خلصت. افضل حاجه ليها بتبقى طريه كده وبتديكي طراوه. كل المشكله في قلب الحشوه من جوه، هي بس اللي بتديكي الطراوه، ومن بره كريسبي ومن جوه طريه. اسمعوا الصوت ده كده معايا، سامعين القرمشه بتاعتها عامله ازاي؟ وبس خلاص عملنا صينيه ب50 جنيه. طبعا عملناها بكل سهوله، ما كلفتناش الا 50 جنيه او اقل كمان. في 5 دقايق بس هتعمليها.
طبعا الكريمه من جوه طريه وهي كريسبي من بره، طعمها تحفه جدا، واللبن كمان عطيها طراوه حلوه. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وفي الحقيقة جربوها هتعجبكم قوي.